أيضا إخواننا الكرام تأكيد على بعض المعاني التي جاءت في الخطبة حتى لا تفهم خطأ. الآن الغضب شعور في الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر بأن لا يغضب الإنسان يعني فيه من جهتين. الجهة الأولى أن لا يحرص على أسباب الغضب من المزاح السيء، من خلطة الأناس السيئين الذين يستفزون الإنسان ونحو ذلك، هذا جهة. الجهة الثانية أن لا ينساق وراء الغضب بدون ضوابط. الغضب منه غضب مذموم اللي هو هذا بعض الناس مثل البراكين، يعني أبدا كبسة ولا هو انفجر فيك على الفاضي وعلى المليان، هذا كارثة. من الناس من عنده غضب صفر، يعني انتهكت حرمات الله عز وجل، أهين أذل عرضه كذا، ما عنده أي مشكلة، نسأل الله العفو والعافية. هذا الذي قال فيه الإمام الشافعي: من استغضب فلم يغضب فهو حمار، أو كما قال رحمه الله تعالى. الغضب المحمود ما كان غضبا لله عز وجل. إنسان اتهم في دينه، اتهم في عرضه، رأى محارم الله تنتهك، رأى أحوال المسلمين الكارثية، رأى أمر معين فيه انتقاص للدين، فهذا له حق أن يغضب، وهذا طبيعي في الإنسان. لكن غضبه محكوم بالعقل ومحكوم بالشرع بما أمر الله جل في علاه. الآن إخواننا الكرام لما عمر بن الخطاب كان جاءه رجل استأذن عليه فدخل فقال: يا عمر والله إنك ما تعطينا، ما تقسم بالسوية ولا تجزي العطية، أنت لا بتحكم بالعدل ولا إنك إيش تحكم فينا، يعني بتعطينا مصاري بشكل جيد. فعمر غضب لأنه هذا اتهام بالكذب، فأراد أن يعاقبه. فقام رجل اسمه الحر بن قيس كان في مجلس سيدنا عمر، قال: يا أمير المؤمنين إنه جاهل، والله عز وجل يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. عفى عنه عمر. ليه؟ السيطرة كاملة بإذن الله عز وجل، ومن يتصبر يصبره الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتقي الشر يوقه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا. تحتاج مجاهدة يا إخواننا الكرام، مش والله بكبسة زر صار الأخ حليم الله يكرمه، لا، بدها مجاهدة، مرة يغلط مرة لكن محاول. من أسباب اللي ذكرناها وما ذكرناها قضية الأسباب كف الغضب، الدعاء والاستعانة بالله، هذا رقم واحد. قضية الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، قضية إذا كان قائم فليجلس، قضية أنه يسكت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هناك علاجات كثيرة، أسأل الله يحفظنا وإياكم، يكفينا وإياكم شر الغضب وشر الهوى. السلام عليكم.